ازيكم عاملين ايه؟ انا جايه النهارده اسالكم سؤال غريب شويه. انتوا بتشوفوا الفيديوهات بتاعتي، الحمد لله اللي انا بعمل فيها الوصفات بعملها بما يرضي الله، والناس بتجرب والوصفات بتعجبها جدا. الناس اللي بتجيلي المحل بتقولي ان هي عملت الوصفات وجميله معاها. طب حضرتك شفتي الوصفه وعارفه ان الحمد لله الوصفه كويسه، ليه ما بتتفاعليش معايا؟ يعني التفاعل ده ان هو انت تعملي لايك، تقولي لي كلمه حلوه في الكومنتات، تعملي شير للفيديو. بغض النظر عن اي ارباح، انا ما باخدش اي ارباح والله، بس انا ربحي ان انت حضرتك يعني تدعي لي من قلبك، وان انت تعرفي الناس بيا. تفاعلك مع الفيديو بتاعي ده بيخليني انا اتشجع ان انا اعمل تاني. يعني تخيلي حضرتك مثلا لما تبقي يعني بتعملي حاجة لحد قدامك ولاقي اللي قدامك عمل كده، هل انت هتتشجعي ولا انت محتاجه ان اللي قدامك ده يقولك اه تمام انا معاكي، تمام انا عملت ده طلع حلو، انا عايزك تعملي لي وصفه كذا، تعملي شير للوصفه، تعملي لايك. الحاجات دي يا جماعه والله العظيم احنا يعني احنا مش بنشحتها عشان احنا بنفتخر بيها. لا، الحاجات دي بتدينا دفعه ان احنا نكمل وان احنا نعمل حاجات احسن. يعني دايما التحفيز بيخلي الانسان يطلع احسن ما عنده. فلو سمحتم يا جماعة ما تستخسروش اللايك والشير والكلمة الحلوة، ده الكلمة الطيبة صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.